النهاردة معانا قصة بصراحة قصة غريبة جدا ومؤثرة في نفس الوقت. وصلت لنا مقتطفات عنها بعنوان رسالة ميمو الأخيرة من القبر. قصة الكابتن ميمي عبد الرازق الله يرحمه. اسم كبير طبعا في عالم التدريب والكرة المصرية. بالظبط، واللي حصل بعد وفاته مباشرة، يعني شيء غير متوقع تماما. خلينا نحاول نفهم تفاصيل الاكتشاف ده وممكن يكون معناه إيه. تمام. القصة بتبدأ إمتى؟ القصة بتبدأ تاني يوم الدفن على طول، يعني بعد يوم واحد بس. كانوا محتاجين يعملوا إعادة تنظيم للمقابر، وده تطلب فتح القبر تاني. يا ساتر، موقف صعب أكيد. جدا. وهنا بقى حصلت المفاجأة اللي محدش كان عامل حسابها خالص. جنب التابوت لقوا قميص تدريب قديم. قميص تدريب؟ عادي يعني؟ لا، مش عادي. القميص ده كان بتاع نادي سموحة، وعليه توقيع الكابتن ميمو. بس الغريب إن التوقيع كان شكله يعني كأنه لسه مكتوب حالا، نادر جدا. غريبة قوي دي. توقيع جديد؟ إزاي؟ والأغرب لسه جاي. جوه كورة تدريب قديمة كانت موجودة برضو، لقوا ورقة صغيرة مطوية بعناية فائقة. ورقة؟ ورقة إيه دي؟ هي دي بقى محور القصة كلها. الورقة كان مكتوب فيها بخط واضح وقوي: أنا ما كنتش بدرب لعيبة بس، كنت بدرب ناس تعيش صح. الله، جملة عميقة قوي. بدرب ناس تعيش صح. وتحت الجملة دي بخط أضعف شوية، كأن اللي كتبه كان تعبان أو بيكتب بسرعة، جملة تانية: الشهرة ما بتستاهلش تبعدك عن نفسك. ياه، كلام يخلي الواحد يقف ويفكر كتير فعلا. طيب إيه اللي حصل لما لقوا الحاجات دي؟ أكيد عملت ضجة. أكيد طبعا. المصادر تقول إن الناس اللي كانت موجودة اتصدمت صدمة كبيرة، وفي حالة من الذهول والأسئلة اللي ملهاش إجابة فورية. طبيعي. يعني أسئلة زي إزاي الورقة دي أساساً فضلت سليمة، ومين حطها هي والتيشيرت جوه القبر المقفول ده، وليه الرسالة دي بالذات. أسئلة كتير. محيرة فعلاً. بالظبط. ويمكن صعب نلاقي إجابات منطقية أو قاطعة للأسئلة دي كلها. صحيح. بس اللي لفت نظري أكتر في المصادر هو إن الحادثة دي اتحولت بسرعة لمادة للحكايات والتفسيرات المختلفة. الناس ما بطلتش كلام عنها. وده المتوقع. زي إيه مثلا التفسيرات دي؟ يعني في ناس قالت يمكن الكابتن ميمي حس إنه مات ومحدش فهمه كفاية أو فهم رسالته الحقيقية في الحياة، ودي كانت طريقته إنه يوصل صوته الأخير بعد ما مشي. تفسير فيه جانب عاطفي كبير. وفي ناس تانية شافتها بشكل مختلف شوية، اعتبروها رسالة تحذير، يعني لكل حد بيجري ورا الشهرة والمجد وبينسى نفسه وقيمه الأساسية في السكة. وجهة نظر برضه. يعني التفسيرات دي كلها بتوري قد إيه الناس اتفاعلت وتأثرت باللي حصل. بس السؤال بقى، هل دي فعلا رسالة مقصودة منه بطريقة ما؟ يعني بطريقة خارقة للطبيعة مثلا؟ ولا مجرد صدفة مؤثرة الناس لقيت فيها معنى؟ هو ده بالظبط. فكرة الغموض دي هي جزء كبير من قوة القصة وتأثيرها. لكن خلينا نحاول للحظة نتجاوز سؤال إزاي وصلت الورقة دي للقبر. أوكي، نركز على المحتوى نفسه؟ أيوة، نركز أكتر على الإيه، على محتوى الرسالة نفسها. هنا بنلاقي العمق الحقيقي للموضوع. كنت بدرب ناس تعيش صح، وبعدين الشهرة ما بتستاهلش تبعدك عن نفسك. الكلام ده أكبر بكتير من مجرد كرة قدم وتدريب. صحيح. بيربط بين الرياضة والحياة نفسها. بالظبط. النقطة دي بتلمس وتر حساس عند ناس كتير قوي. فكرة إن النجاح المهني أو الشهرة ممكن ما يكونوش هما المقياس الوحيد لقيمة الإنسان أو لنجاحه الحقيقي في الحياة. يعني الإرث الحقيقي مش مجرد أرقام وإنجازات؟ تماماً. الرسالة دي بتقول إن الكابتن ميمي على الأقل في اللحظة اللي كتب فيها الكلام ده كان شايف دوره أعمق من التدريب الرياضي. كان بيشوفه زي ما قلتي تدريب على الحياة. ده بيخلينا كلنا نعيد التفكير في تعريفنا للنجاح وفي الإرث اللي فعلا عايزين نسيبه ورانا. فعلا. كأن الرسالة بتقول إن الأثر الحقيقي هو في النفوس، في حياة الناس اللي بنلمسها، مش بس في الألقاب أو المناصب. قوة الرسائل اللي بتظهر بعد الرحيل زي دي، إنها بتجبرنا كده نواجه أسئلة كبيرة عن معنى حياتنا وهدفنا. هو ده. الموضوع بيتجاوز قصة الكابتن ميمي وعالم الرياضة. هو سؤال عن جوهر الحياة نفسها. في النهاية كل واحد فينا بيسيب وراه قصة أو رسالة ما بشكل أو بآخر، سواء مكتوبة أو بتصرفاته. امم نقطة مهمة فعلا. وده ممكن يوصلنا لسؤال أخير يستحق نتأمل فيه شوية. لو افترضنا إن كل واحد فينا
في شغله في حياته وعلاقاته، هو كمان بيدرب ناس تعيش صح بطريقته الخاصة. إيه هي الرسالة الجوهرية أو القيمة الأساسية اللي بنتمنى إنها تفضل عايشة وتأثر في الناس حتى بعد ما نمشي؟